هنايا راهم يضربوا كيما نقولوا في الدوله ويضربوا في الرياضه الجزائريه، قاعدين ودايرين خلطه ودايرين جروب بيناتهم، مسؤولين في اللجنه الاولمبيه، مسؤولين في الوزاره، مسؤولين في الاتحاديه الجزائريه، يريدون كيما نقولوا هزائم، يريدون كيما نقولوا خلطه، يريدون باش ياكلوا الخبز، باش يعيشوا من اموال الدوله ماشي من بدراهمهم هما. كاين عصابه ومافيا اكبر، يعني مافيا في الجزائر، اخطر مافيا في الجزائر هذه هي. جميع واحد ينجح يحاربوه لان راح يكون مثال يقتدى به، وراح كما نقولوا يكون خطر عليهم هما. التبزنيز باللاعب عباك باللي كما قال لك رفيق واحد وليد صادي يخلص الديون، هذوك طلبهم بزاف ماشي وليد صادي. ومن بعد كي تقول لي انا باريزومبل وليد صادي خلص الديون، خلصهم من جيبو، خلصهم دراهم الاتحاديه، انت بنفسك تعترف انه الدوله عطات له دراهم. يعني وليد صادي راه يسرق، حبيت تقول لي جا دا اموال الشعب وراح مدها، يعني هذه تفتخر بها. وليد صادي قبض دراهم الحكومه والشعب الجزائري ماشي ميم من الاتحاديه، راح مدهم للانديه وللاعبين، خلص الديون تاع اللاعبين. وكيفاش تخلصوا الديون هذوما يا خاطي؟ واحد التشيبات اللي فيهم دراهم تاع الدوله، دراهم بايلك، صرفتش انا من جيبي. اكتب للاعب باللي يدي مليار وزوج مليار اللي هو مليار الاخرين بدراهم الدوله. ما يتعبوش خاوتي، ما يخدموش، لان هذوما ما عندهمش حبيت النقطه اللي حبيت نوصل ليها، هذه المافيا ما عندهمش مستوى انهم يعملوا باحترافيه، ما عندهمش المستوى انهم يسيروا اكاديميات، ما عندهمش المستوى، عندهم مستوى تاعهم انه تجيب لاعب سني كبر الفواتير ودي تشيبا تاعك، ما يقدرش يكون مسير. ومنهم وليد صادي. علاش راهم يدافعوا على وليد صادي وجابوا وليد صادي وراهم يضربوا عليه بقوه؟ لان جاهل كيما هما، يخليهم يخدموا، كاع رانا نخدموا، كاع رانا ناكلوا. راك فاهم؟ اكاديميات في الجزائر حتى الدوله دراهم هادو اللي مدتهم هاد السنوات الاخيره برك كانت قادره تفتح 5 6 اكاديميات. الانديه كبيره في الجزائر تفتح اكاديميه، ما نعطيلكش انا دراهم نخلص لك اللاعبين، انا نقدر نعاونك نفتح لك اكاديميه، نبني لك اكاديميه، نبني بالوزارات اكاديميه، نبني باريزومبل المولود الاكبر، الانديه المولوديه اللي ياسما وكذا منا. تقول لي هشام والانديه الاخرين كذا منا كيفاش تسمى؟ هذوما دوك ياكلوا الخبز وهذوما ما يبانوش. نقول لك نو، راك غلط. لو كان تعاود تولي الدوريات الاوروبيه تلقى الانديه الصغيره وتاكل الخبز مع الانديه اللي راهي تكون. لماذا؟ لان بعض اللاعبين اللي النادي ما يحتاجهمش او عنده مواهب كبار بزاف ولا ما كانش، يشروه بثمن بخس من عند الاكاديميه هذيك، تجيبوا باريزومبل شلب، تجيبوا ما على باليش اي نادي ما على باليش ضعيف في الجزائر، يشري بسومه رخيصه ويديروا عنده، يعطي له فرصه ويطوروا، ويعاود هذاك اللاعب يتعلق، يعاود يبيعوا لنفس النادي باموال تريبل. يعني حتى الانديه رانا نشوفوا في اوروبا لاعبين تخرجوا من ريال مدريد، لاعبين تخرجوا من ارسنال، لاعبين تخرجوا من كما نقولوا من اكاديميات تاع مانشستر سيتي، بالمر كيشروا انديه بسومه صغيره، لان النادي ماهوش محتاج وما عنده احسن منه وكذا ومنه، الانديه صغيره تديه. وشفنا لاعبين شراوهم انديه صغيره داتهم شراتهم، ومن بعد واش طرطقوا وعاودوا باعوهم بالملايين المليون. يعني حتى الانديه الصغيره في الجزائر راح تستفاد من اكاديميات الانديه العملاقه في الجزائر، تشري من عندهم لاعبين اللي ما راهمش محتاجينهم وتعطي لهم فرصه، وهذوك اللاعبين مادام راهم متكون، هذاك اللاعب يقدر يبهر ويعاود يتباع بسومه. رانا شفناها في اوروبا، راكم شايفين. فخاوتي عصابه في الجزائر، مافيا خطيره، راهي تهلك في اموال الشعب الجزائري، تاكل فيه هكذاك برك، مريحين هكذاك، الدوله تعطي لهم وهما يدوا. اول بلاد في العالم، ما كانش بلاد في العالم انت تيماجيني تقول لي باريزومبل اكاديميه صعيبه. البرازيل عندهم اكاديميات، مصر عندهم اكاديميات، تونس عندهم اكاديميات، المغرب عندهم اكاديميات. جاتك صعيبه باش تفتح اكاديميه، لان فتح الاكاديميات يغلق على بعض المافيا من اكل الخبز من الدوله الجزائريه. هذا تبلعيق، وهذه اكبر مافيا قدرت تعفسها للدوله الجزائريه. قال على بالكم الرياضه هي باش نهدؤوا الامور وشعوب فالدوله ولات تمد لهم دراهم وياكلوا يسرقوا فيهم. كاش منها تمد ملايين وما تدخل حتى فرق، ما يدخلوا حتى فرق خاوتي والو. هل البطوله الجزائريه تاعنا عندها باريزومبل اعلام تلفزيوني ومداخل تلفزيونيه؟ لا. هل الملاعب تاعنا راهم يلعبوا باش يدخلوا دراهم كيما نقولوا بالتذاكر؟ لا. هل
عندنا لي بيبليسيتي عالميين ولا لي بيبليسيتي اللي راهم يدخلوا، لا كاش مداخل، كاين دراهم الدوله دراهم الشعب راهم يمدوهم للاعبين ويتقاسموا بيناتهم لي مناجيره ورؤساء الاتحاديات باش يديروا هذه المافيا، الدائره المافياويه، وجميع واحد ينجح يحاربوه، لان راح يكون خاطر عليهم وخاطر على الوجود تاعهم. ولهذا لصقوتوها ما لزت شيء باش يبينوا باللي لازم تبقى الحاله كيما راهي، كالاكاديميات لا والو، نجيبوا لاعبين ما عندهمش مستوى نبيعوهم ملايير المليارات، ورانا نشوفوا لاعبين يتشراو بملايير المليارات وما يلعب حتى دقيقه، راك فاهم. ومدربين تيماجيني 18 مليون خرجت بدون مدخول، خرجت راحت من البنك الجزائري الى البلدان المجاوره او البلدان تاع المدربين اللي خارج الجزائر واللاعبين اللي خارج. واش ربحنا خرجنا 8 ملايين في 6 شهور، خرجنا 8 ملايين خاوتي اورو، خرجت وراحت. واللي دخل دراهم للجزائر راهو في الحبس. سلام.